سلمك. نسمع أيضا حتى يعني للشهيد، طبعا أيضا قصة حقيقية للشهيد اللي هو أخي، والقصيدة رحمة شارك الله فيها عليه. ببرنامج منبر الحشد وتأهلت للمرحلة الأخيرة إن شاء الله. رحمة الله عليه. الله يسلمك. القصيدة هي قصة حقيقية بعد استشهاده بأيام مربية في عالم الأحلام. طبعا هو أب ل5 أبناء، فمربية في عالم الأحلام. جاوبته شفته قلت له: ها صلاح الشوق عناك وإجيت، ها صلاح الشوق عناك وإجيت، يا ندى على الورد ما تحمل بعد، لو الشاغل بالك ايتام الوراك تطفي نار الفرقة يا لمسة برد. ها يا اخوي الشوق عناك واجيت، يا ندى على الورد ما تحمل بعد، الله. لو الشاغل بالك ايتام الوراك تطفي نار الفرقة يا لمسة برد. قال: ما رحت انا وياكم اعيش، رحت يم حيدر قلت فترة وارد، كان رايدنا علي معوذ شهيد حتى يثقل بيه ميزان الحشد. لا يظن الساتر اغفل عنا يوم، لا يظن الساتر اغفل عنا يوم، انكت جروحي واجي ويدرم نهد، موش بالبارود اهدن واعتنيه، انا هد بيا حسين وبالحمد، التشيله زتها بيا علي، ولما تصيب التفقه بيد تصفق وتصرخ اعد، التشيله زتها بيا علي، ولما تصيب التفقه بيد تصفق وتصرخ اعد. جنه 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 عدنا هناك سواها الاله، جنه عدنا هناك سواها الاله، فقط لابناء الحشد فردا فرد، فقط لابناء الحشد فردا فرد. أحسنت. الله يسلمك. جميل جدا.